السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني، أهلا بكم في قناتي. ولو أول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه، هيوصل لكم إشعار بكل وصفاتي الجديدة أول بأول. هنعمل مع بعض النهاردة تورتة اللوتس بكيكة اللوتس بكل طعم اللوتس، طعمها روعة وتحفة وهتعجبكم قوي. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول خطوة هنبدأ بيها هنشغل الفرن على درجة حرارة 140 قبلها بربع ساعة قبل ما نبدأ خالص عشان الفرن بتاعنا يسخن معايا. وبعد كده هنحضر صينية بدهنة سمنة أو ورق زبدة المتاح عندك هنشتغل بيه. معايا 5 بيضات وكوباية سكر ومعلقة صغيرة فانيليا. هنضرب المكونات بتاعتنا لحد ما القوام بتاعنا يبقى كريمي ويكتر معايا ويبقى زي ما انتوا شايفين كده. عشان الكيكة بتاعتي تبقى بطعم اللوتس هضيف عليها معلقة من برطمان اللوتس اللي انتوا شايفينه ده، وهضيف كمان معلقة صغيرة عسل اسود علشان تديني لون اللوتس بتاعنا. وهضرب المكونات بتاعتي ضربة سريعة بس لحد ما تختلط معايا. بعد كده معايا كوباية دقيق ورشة ملح ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هقلب المكونات بتاعتي علشان تختلط معايا وكوباية الدقيق تكون منخولة قبلها. هضيف الدقيق على الخليط بتاعي واحدة بواحدة ولحد ما يدوب معايا هرجع اضيف تاني لحد ما الكمية بتاعتي تخلص، علشان ما ينفعش احط الكمية على المكونات مرة واحدة علشان ما تكتلش معايا، لازم انزل بيها واحدة واحدة ولحد ما تدوب ارجع انزل بالباقي وهكذا لحد ما تخلص. عايزه اقول لكم ان كيكه اللوتس دي طعمها تحفه قوي، بس اللي مش حابب يحط اللوتس يجربها بطعم الكاكاو. يضيف معلقه كاكاو مع كوبايه الدقيق ويستبدلها بمعلقه اللوتس اللي انا حطيتها دي. وكمان كيكه اللوتس دي ما بتبقاش هشه قوي غير الكيكه التانية لو هتضيف لها معلقه كاكاو هتبقى هشه اكتر من دي. بس انا حابه كيكه اللوتس عشان هعملها لجوزي في عيد ميلاده وهو بيحب اللوتس قوي وطعم اللوتس، فانا حبيت اعملها بالطعم ده. لو انتم مش حابين اللوتس ممكن تضيفوا معلقه كاكاو على كوبايه الدقيق او ممكن تسيبوها فانيليا زي ما هي. انا دخلت الكيكايه بتاعتي الفرن وهحضر الحاجات بتاعتي التانية. وما ننساش ان الفرن بتاعنا يكون درجة حرارته 140، هتاخد معانا حوالي ساعة الا ربع. معايا بعد كده كوباية كريم شانتيه وكوباية لبن ونص كوباية سكر، وهضرب المكونات بتاعتي لحد ما الكريم شانتيه يتفاعل معايا. هضيف برضو على الكريم شانتيه معلقة من اللوتس بتاعي علشان يديني برضو الكريمة بطعم اللوتس. هضرب ضربة سريعة علشان المعلقة اللوتس اللي انا حطيتها تختلط بالكريم شانتيه. بعد كده هاخد معلقتين من الكريمة ديت في بولة لوحدها وهضيف عليها معلقة كريم من كريمة اللوتس برضو علشان عايزة اللون ده يبقى غامق شوية علشان ده اللي هزين بيه. انا طلعت الكيكايه خلاص وهقطعها على طول. انا هقطعها وهي سخنه. انتي ممكن تعينيها في التلاجة عندك لحد ما تسقع وتقطعيها عشان تعرفي تقطعيها زي ما انتي عايزه. زي ما انتوا شايفين معايا الكيكايه مش هشه قوي علشان انا حاطه لها لوتس. لكن لو انتي ضفت لها الكاكاو زي ما قلتلك هتبقى هشه معاكي احسن من كده. انا هقطعها كده طبقات زي ما انتوا شايفين. مش عايزه اطول عليكم الفيديو وسامحوني انا صوتي تعبان قوي، كان عندي برد جامد. قطعيها طبقات زي ما انت حابه، حابه 2، حابه تقطعها 3 طبقات 4 طبقات زي ما انت حابه قطعيها. معايا معلقه شوكولاته عليها ميه دافيه او لبن المتاح عندك علشان دي هسقي بيها التورته بتاعتي. الكيكايه لازم نسقيها علشان تبقى طريه قوي معايا. ممكن تسقيها ميه بسكر، ميه بجيلي الموجود عندك، اسقي بيه التورته علشان تبقى طريه قوي معاكي. انا خلاص جهزت التورتيه بتاعتي، قطعتها طبقات وهخرمها كده بالشوكه وهسقي بيه الكيكايه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. اسقيها من كل الجوانب علشان تبقى طريه قوي معاكي وحلوه. وبعد كده حطيت الكريم شانتيه في القمع بتاعي
وهزين بيه زي ما انتوا شايفين. التورتيه سهله وممتعه قوي وانت بتعمليها ومسليه. حتى المبتدئين كمان لو هم اول مره يعملوا تورته هتبقى سهله قوي معاهم، سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه صعبه. انا بحط الكريم شانتيه كده بالقمع احسن ما تحطيه بالاسبيتاليا. بيبقى كده احلى. وما بعملهوش بالمعلقه بيبقى شكله كده جميل كده في الطبقات، وبيخلي التورتيه بتاعتك متساويه. لو انت حابه تحطيه بالمعلقه اوكي، لو حابه تعمليه بالقمع برضو هيبقى جميل. حطيت الطبقه الاخيره بتاعتي واحط على كريم شانتيه كتير، وهمشي كده واساوي باي حاجه موجوده عندك. وهساوي من الحراف زي ما انتوا شايفين معايا. الموجود عندك اعملي بيه. هحط بقى طبقات البسكوت بتاعتي، هلزقها كده على الحراف زي ما انتوا شايفين كده، وهحطها داير ما يدور كده من كل الجوانب. اول ما احطها هتمسك معايا على طول على الكريم شانتيه. شايفين شكلها قد ايه جميله، تحفه على فكرة، وطعمها روعة قوي ويجنن. بقى شكلها روعة. هزينها معايا بتوت وشوكولاتة. الشوكولاتة ديت انا كنت عاملاها. الشوكولاتة دي طعمها يجنن وتحفة. وعملناها بسيط قوي ومش مكلفة خالص. هتعجبكم قوي. هبقى ان شاء الله احط لكم الفيديو بتاعها. انا دلوقتي عاملاها وهزين بيها التورتايه. هقطعها كده بالنص كده نصين، وهزين بيها التورتايه بتاعتي زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. هاخد كذا شوكولاتايه وهقطعها نصين وبس كده خلاص. دي كانت تورتة اللوتس. انا هسيبكم مع تزيين التورتة، يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا قناتي بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعار بكل وصفة جديدة انا بعملها. وما تنسوش برضو في اخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.